مش عارفة مين مهتم يسمع الفيديو ده، بس حبيت ان انا اتكلم فيه. زمان كنت فاكرة ان اكتر حاجة هتعلمها في الحياة هتكون من مدرستي او الجامعة او الكورسات، بس مع الوقت اكتشفت ان في حاجات عمري ما كنت هتعلمها من كتاب. حاجات اتعلمتها وانا قاعدة لوحدي، وانا زعلانة، وانا ببدأ حاجة وما بكملهاش اصلا. وانا ببص على غيري وبسأل نفسي هو انا بعمل ايه في حياتي. واعتقد ان اول درس اتعلمته بجد ان مش كل فترة أنا مش باعمل فيها حاجة معناها إني فاشلة. في وقت كنت بابُص لنفسي وأحس إني ضيّعت وقت وأقول كان ممكن أكون بدأت من بدري، كان ممكن أتعلم أكتر، كان ممكن أستغل الوقت أحسن، وكنت بافضل ألوم نفسي على الوقت اللي فات، لدرجة إني كنت باضيّع الوقت اللي لسه موجود وأنا بافكر في الوقت اللي ضاع مني. ودي يمكن أكتر حاجة فهمتها متأخر، إن الندم لوحده مش بيرجّع حاجة. الوقت اللي فات خلاص فات، بس الوقت اللي قدامِك لسه قدامِك، ممكن تعملي فيه حاجة. فبدل ما أفضل أقول يا ريتني بدأت من زمان، بقيت أحاول أقول طب ما أبدأ دلوقتي، يمكن ما تكونش البداية المثالية، بس على الأقل هتكون بداية. في حاجة كمان اتعلمتها، هو إني ما أفكرش في بكرة، أبدأ دلوقتي. أنا محتاجة إيه يعني؟ بدل ما أقول هابدأ من بكرة، ما يمكن أقول هابدأ النهاردة بس، أو هاعمل الحاجة دي النهاردة بس، وهكذا يعني. مش عاوزة أطلع، بس ده كانت نقطة عاوزة أفهمها، إن إحنا ممكن نبدأ الحاجة دي النهاردة بس، مش شرط إن إحنا هابدأ من بكرة. ممكن أقول هاعمل النهاردة بس، هاروق السرير بتاعي وهاضبط أوضتي، وخلاص اليوم ينتهي، وهكذا اليوم اللي بعده. الحاجة التانية اللي الحياة علمتها لي إنِك مش لازم تبقي عارفة أنتِ عايزة إيه، وبجد والله مش لازم نبقى عارفين إحنا عايزين إيه. ودي من أكتر الحاجات اللي كانت صعبة عليَّ أوي أتعلمها في البداية، لإن كان عندي perfectionism غريب جدًا، إن أنا لازم أكون عارفة كل حاجة، وأكون متأكدة 100% من اللي أنا باعمله، وتكون حياتي perfect. لكن حسيت إني باسلب حياتي مني وأنا مش شايفة ده. حسيت إن كل حاجة بتروح وأنا مش قادرة أسيطر عليها. فمش لازم نكون عارفين إحنا عايزين إيه والله. ممكن ندخل في كل حاجة في الدنيا وبعدين هنكتشف إحنا مين بعدين. فعشان كده مش لازم نكون عارفين إحنا عايزين إيه من حياتنا. وكمان كانت دايمًا بتحسسني إن لازم أعرف إيه الطريق اللي أنا هادخل فيه. فمع الوقت بدأت أفهم إن التجربة اللي ما نجحتش مش بالضرورة وقت ضاع، ممكن تكون هي اللي عرفتِك أنتِ مش عايزة إيه، وده في حد ذاته مهم. واتعلمت كمان إن المقارنة، ناس كتيرة اتعلمت حكيت لكم عن المقارنة، بس حاجة صعبة أوي يعني. يعني المقارنة ممكن تسرق منِك فرحتِك من غير ما تاخدي بالِك. ممكن تكوني ماشية كويس جدًا لحد ما تفتحي الموبايل وتشوفي واحدة في نفس سنِّك حققت حاجة أنتِ نفسِك فيها، فجأة تحسي إنِك متأخرة، مع إنِك من دقيقة بالضبط كنتِ راضية عن نفسِك. وده خلّاني أسأل نفسي أنا ليه باقيس حياتي بحاجة أنا مش عارفة عنها غير الجزء اللي اتعرض قدامي. ومش هاقول لكم إن أنا لسه مش باقارن حياتي بنسبة 100%، لكن قال لي الموضوع ده زمان عن زمان كتير. بقيت متأكدة إن هي ظهرت بس الجزء الحلو اللي فيها. انتم مش عارفين وأنا باصور الفيديو ده ممكن يكون في حاجات كتيرة في بالي أنا بافكر فيها، بس أنا باحاول إن أنا أساعد نفسي وأساعد غيري كمان. أنا مش عارفة هي بدأت من إمتى مثلًا، الشخص اللي أنا باقارن نفسي بيه. مش عارفة مرّيت بإيه، مش عارفة كام مرّة فشلت قبل ما توصل للنتيجة اللي أنا شايفاها. أنا شايفة اللقطة وباقارنها بكل حياتي، وده ظلم لنفسي. فلو في بنت بتسمعني دلوقتي وبتقارن نفسها بحد، جربي حاجة بسيطة. كل مرة تلاقي نفسك بتقولي هي أحسن مني،
غيّريها اللي هي وصلت لحاجة أنا كمان نفسي أوصل ليها. إيه الخطوة اللي أقدر أعملها ناحيتها؟ فدايمًا خلّي نجاح غيرِك دليل إن الحاجة دي ممكنة مش دليل إنِك متأخرة. وفي درس تاني يمكن أخد مني وقت عشان أفهمه، إن مش كل حاجة لازم تحصل بسرعة، إحنا عايزين النتيجة بسرعة جدًا، عايزين نتعلم بسرعة، نتغير بسرعة، ننجح بسرعة، نشوف نتيجة بسرعة، ولما ده مبيحصلش بنحس إننا مفيش فايدة، مفيش حاجة في الحياة محتاجة، مفيش حاجة في الحياة مفيدة، مفيش حاجة في الحياة مفيش فايدة، بس في حاجات في الحياة محتاجة وقت. والأسوأ إنِك ممكن تكوني بتتغيري وفعلًا مش شايفة التغيير، لإنِك عايشة جواه كل يوم، زي ما إحنا مش بنلاحظ إن شعرنا بيطول كل يوم، لكن بعد شهور بنبص ونقول هو إمتى حصل ده؟ يمكن إحنا كمان كده بنتغير. في حاجات صغيرة جدًا، طريقة تفكيرنا، طريقة كلامنا مع نفسنا، الحاجات اللي بنقبلها، الحاجات اللي ما بنقبلهاش، حتى طريقة تعاملنا مع فشلنا. مش لازم كل تقدم يبقى واضح للناس عشان يكون حقيقي. أعتقد إن أهم درس لسه باتعلمه إني لازم أبطل أستنى نفسي تبقى جاهزة، لأن الكمال والجاهزية الكاملة مش بتجيب غير الخوف من اللي موجود دايما والشك. في أيام هتحسي إنك مش قادرة، بس ممكن تعملي الحاجة وإنتي خايفة، ممكن تبدأي وإنتي مش واثقة، ممكن تاخدي خطوة وإنتي مش عارفة الخطوة دي هتوصلك لفين. أحيانا الطريق نفسه بيبان بعد ما تمشي فيه. فلو أنا هطلع من الكلام ده بحاجة واحدة أقولها لأي بنت، فما تفضليش مستنية حياتك تبدأ، ابدأي بالحاجة اللي في ايدك دلوقتي، مش لازم تغيري نفسك كلها. اختاري حاجة واحدة مأجلاها، حاجة نفسك تتعلميها، حاجة نفسك تبدأي بيها، أو حتى عادة صغيرة نفسك تتخلصي منها، واعملي فيها خطوة النهاردة وبكرة خطوة تانية، مش عشان تكوني أحسن من حد، عشان تبقي أقرب لنفسك اللي نفسك تكونيها. وأنا مش بقول الكلام ده لأني وصلت، بالعكس، يمكن أنا لسه بتعلم الحاجات دي، ولسه في أيام بنسى فيها كل اللي فهمته وارجع أقارن نفسي واتوتر واحس إني متأخرة، بس الفرق إني بقيت أعرف أرجع. وأعتقد إن ده كمان جزء كبير أوي من التعليم، إنك مش لازم تبقي قوية طول الوقت، المهم تعرفي ترجعي لنفسك كل مرة. وفي الآخر يمكن الحياة مش هتدينا كتاب مكتوب فيه كل الإجابات، يمكن إحنا اللي بنكتب الكتاب ده بنفسنا. كل موقف بيضيف صفحة، كل غلطة بتعلمنا حاجة، كل تأخير بيفهمنا حاجة، كل مرة بنبدأ من جديد بنكتب سطر جديد. وعشان كده لو انتي دلوقتي في مرحلة حاسة فيها انك تايهة أو متأخرة أو ضيعتي وقت، ممكن جدا تكوني مش في النهاية، ممكن تكوني في أول فصل. فما تقفليش الكتاب على نفسك من بدري، لسه في حاجات كتير هتتعلميها، ولسه في نسخة منك هتقابليها في المستقبل وهتشكرك انك كملتي. الكلام ده يعني أنا بجد كان طالع من قلبي، وحبيت بس اني اكون سبب حتى لو ان شخص واحد ان هو يقدر يكمل ويفهم ان الدنيا مش هتدينا كل حاجة دايما زي ما احنا عايزينها، وان احنا لازم نجرب ونفهم ونشوف. وشكرا جدا على حسن استماعكم.
حياة سعيدة.